ضمن خطة عمل رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المقررة، قمت بجولة تفقدية لسير العملية الامتحانية في مركز المحافظة، والحمد لله تبين لنا أن العملية تسير بشكل جيد ووفق الأنظمة المتبعة، والحمد لله كان في هدوء وانضباط ضمن القاعات الامتحانية. اليوم عم يقدموا طلاب الأدبي طبعا مركز أدبي وفي قاعة شرعي مادة اللغة الإنجليزية 17/7/2025. الحمد لله يعني الأمور الامتحانية عم تتم إن شاء الله على أكمل وجه. عم يواجهنا أكيد شوية صعوبات إن شاء الله عم نقدر نحلها. قمنا بتجهيز المركز قبل بدء الامتحان. الحمد لله الأمور جيدة جدا، تعاون من جميع الجهات. التربية مشكورة، قامت برفدنا بالكوادر والمراقبين، في زيادة بالمراقبين 3، حتى لدرجة أن مدرسو الاختصاص لم يشاركوا في عملية المراقبة أثناء مادتهم. اليوم مثلا مادة اللغة الإنجليزية الجو هادئ، بعض الصعوبة في الأسئلة ظاهر على الطلاب عن التفكير، ولكن الأمور تسير على قدم وساق. نسأل الله عز وجل أن نكون على قدر الأمانة في حمل هذه الأمانة لبناء سوريا الجديدة، سوريا التي تنتظر من أبنائها البناء والتطور.